ممنوع الوقوف والتوقف. ماشي رواد فضاء، يلا يا باشا، يلا يا باشا، يلا يا باشا، ربنا يسترها علينا. قال لك اطلع اجري، لو الشرطه جت اطلع اجري، اجري وراك. مش عارف الكلام ده ازاي، بس يعني ايه، قال لك الشرطه هتوقفنا. يلا يا باشا، يلا يا باشا، ودينا على الكورنيش يا باشا، فرجنا على المزيان. زوينه والله، زوينه كازابلانكا. جامع حسن الثالث انا دخلته، صلينا في الجمعه. وهم ما شاء الله. وبعدين سليم قال لي ده سليم يا جماعه، ده محمد سيمو زي باشا كده. وبين حد اتقال، اي حد اسمه محمد بيتقال له سيمو. بيقول لك المغاربه كلهم شاركوا في بناء الجامع ده. انت متاكد من اللي احنا بنعمله ده؟ ما عندكوش حمله بتاع الاكسوست؟ احنا لا. هو الامن الوطني ده ايه، من الدوله يعني ولا مش امن الدوله؟ عندنا الامن الوطني دول حكايه، خلي بالك يعني. قال لك اطلع اجري، هتدخلنا في مشاكل، احنا جايين نعمل مشاكل يا عم. في حمله على الاكزوست، مركب بوك. اتفرجوا بقى على الكورنيش بقى. فوق الشوق بزياده، زوينه بالزاف والله. ينزلوا بقى بيجروا الصبح وبيتمشوا الصبح. انا نزلت الصبح فطرت كرواسون وشربت شاي زردة على الرايق يا ابويا، على الرايق. وظباط الشرطه لو وقفت نام معاهم قصه، خلي بالك غلابه هنا. كنت دخلت برضو صورت في مناره كده هناك. فين المناره؟ رحت صورت هناك، قال لي ما ينفعش اللي انت الدخله اللي انت داخلها دي. الكورنيش على طول ماشي. لا بس الكورنيش جميل، سواقه الموتوسيكل اصلا على الطريق هنا مريحه للاعصاب، راحه غير طبيعيه. اوعى يا باشا. واحمد سعد وبتاعه بيحبوا الفن المصري جدا. يقول لك الدراما المصريه توب، يعني اتفرج على عتاوله، واتفرج على مسار اجباري، واتفرج على اشغال شقه، واتفرج على حق عرب. بيقول لي يلا بينا، مولع الدنيا انت بس يا سمره. ايه يا جدع ده، يا جدع مفيش اصول. قال لك البحر غضبان كده، البحر غضبان. بس مش عارف بقى، هل مثلا قدام يعني في بحر، في رمله زي رمله الساحل؟ انت في اسكندريه بتلاقي الوضع برضو كده صخر وبتاع، والموج والبحر دايما هايج، ولونه نفس اللون، ايه، غامق شويه. كل ما تمشي قدام ناحيه الساحل، ناحيه مطروح، الميه بتبيض. فمش عارف الكلام ده موجود هنا ولا لا. والله شايفين يا جدعان الحارات، الناس ملتزمه بالحاره جدا جدا. الوضع مبهج كده، مفيش عجينه. هو في ناس بتحب العجين، انا بحب العجين. سلام، ولع الدنيا. وبعدين شفت برضو عربيات معلقه نمر اوروبي. بيقول لك بيجوا من ناحيه طنجه دي، ناحيه اسبانيا فوق، مفيش مسافه بتشوفها اصلا من لو انت في طنجه تشوف اسبانيا. بيقول لك بيجوا بالعربيه وبينزلوا بقى يعيشوا حياتهم. وانت اصلا من طنجه لهنا بالعربيه 4 ساعات مثلا. مدينهم اجازه هنا اسبوع، مدينا اجازه العيد اسبوع. انا جيت فين الصبح، كان في حته قاعد بتلعب كوره. احنا لسه لحد دلوقتي ما جربناش الاكل المغربي، بس لسه هنجرب، ما لحقناش. نخش على الكالون في السيفون يا باشا. يلا يا باشا، شد السيفون يا ابويا، شد السيفون يا حبيب قلبي. مزيان على الاخر. كله بقول لكم في ثقافه الرياضه هنا رهيبه. انا الحته دي ما جيتهاش قبل كده، ولا جيتها؟ ايوه انا فطرت هنا، والله ما عارف. ايوه فطرت هنا. كانت بتلعب كوره هناك الصبح، تحت هناك بيلعبوا كوره هناك اهم هناك شايفينهم. بحر وبتاع. ايه واخ يا نجم، واخ يا حاج، واخ يا عم الشيخ. السما صافيه والشمس مشرقه ورائعه. الشمس جامده وهوا ساقع كده، ايه، خليط مبهج، اتيس حاجه. وبعدين في حتت في الكورنيش واخدين بالكم سايبين مسافه، يعني البحر اصلا طويل، وكل ده فري عشان بس نبقى على نور. فري البلد العربي اهو، ولا جايب لكم امريكا ولا مش عارف شاطئ لونج بيتش ولا اهو. وبعد المسافه بتاعت الرمل دي عاملين ممشى محترم. بعد كده الارض ايه الخضار ده، ما شاء الله ما شاء الله. لا البلد مريحه للاعصاب جدا جدا جدا. ده هيطلع يجي ورايا ده بقى. لا اهو ما عندناش حاجه. لميم ترتاح ازاي يعني؟ سبق لميم ترتاح، ماشي يمين مرتاح زيانه صافيه. دي سينما، ده مول. ده مول. ازيك يا عم الشرطي، عشان طيب واحد يا ما ام دي اهو. يا سلام، بيت على البحر في المغرب كده، اكسلانس. ما عندكوش اقساط طبعا 10 سنين؟
شوف لنا شقه كده على 10 سنين، ما تيجي نراجع على حالنا عشان هي ارخص من الساحل. والله بجد ارخص من الساحل، من الساحل قوي كمان. والله البلد زي مصر يا جماعه، خلي بالكم يعني كل حاجه نفس اسعار مصر، مفيش اي اختلاف. هي تذكره الطيران والاقامه هنا كده كده ارخص من الساحل كده كده. الجو رايق برضو يعني، انا دلوقتي رايق، ما شفتوش في الصيف بس هو رايق اعتقد. بالجو اللي انا شايفه ده في الصيف هيبقى رايق قوي برضو. جميله جميله جميله. بقول لكم عايزين نعمل اتحاد عربي زي الاتحاد الاوروبي ده، ها، ونروح ونيجي بسهوله كده من غير حوارات. مش عارف المشكله في مين، المشكله في ايه؟ ما هو يا عم انا اول مره اشوف الناس، اول مره يشوفوني يا عم، واخد موتوسيكل الراجل ولا اول مره اعرفه في حياتي. قاعد في الجامعه بقول له يا عم معلش بس انا اسف اسمك عشان ما ركزتش. قال لي سليم، في الاسم اصله محمد بيتقال له سليم زي كده. زي لواحظ اللي عايزه تتلاحظ ومديحه مريحه عادي يعني. في الاصل اسمه عمرو بقى لواحظ عادي. واداني الموتوسيكل بتاعه واخد الدنيا سهله يا عم، انتوا معصبينها على اهالينا ليه طيب؟ وانا يا اخي حتى مش فاهمهم يعني، بس اهو بناخد وندي بنحاول. ما اعرفش معصبينها علينا ليه ومقفلينها على الواحد ليه، والموضوع سهل وبسيط يعني. هتلف وترجع. دي مناطق جديده. ها بيقول لك بيعملوا الكورنيش ده، هيعملوا الكورنيش ده كله لحد اغادير. اغادير من هنا 4 ساعات. مش عارف بقى انا هروحها بالعربيه، انا في طنجه هنروحها فوق ناخد لها القطر السريع ولا بيمشي 300 كيلو في الساعه. احمد سيمو الشهير بالامريكاني، وعنده معرض موتوسيكلات. هم كلهم شغالين يعني، كلهم شغالين مع بعض. سيموكس وسليم وخليفه. خليفه بيشتغل في ايده في الميكانيكا، وسليم بيبيع، وسيموكس نفس الكلام برضو. بيفتحوا من 10 وبيقفلوا 6 المغرب، وبعد 6 هيص بقى يا عم بقى في الطهيصه اللي انت فيها دي. هيص بقى، واحده بقى حمام مغربي، واحده مساج مغربي، واحده حي حمدي البوم. اللي يجي بقى يبقى يستكشف الكلام ده. انتوا عايزين تفاصيل؟ لا مفيش تفاصيل. وبعدين الناس لما تقول لهم يا جماعه معلش بالراحه انا مش فاهم حاجه، حتى لو رايح اشتري من كشك حاجه، الكشك عندهم اسمه ايه؟ حانوت. حانوت. لازم سنه شين مع الت. حانوت. فالكشك اسمه حانوت. اقول له يا عم مش فاهم حاجه يا عم فاهمني بالراحه، ما يتضايقش يعني، ما يتضايقش ان انا اقول له مش فاهم حاجه ويهدي اللعب كده ويروح على حاله ويكلمني بالراحه عشان احاول افهم. ما بفهمش برضه ما بفهمش. هي الاودي دي ديزل برضه؟ ديزل برضه؟ ديزل؟ ما اسمعكش. بقول لك الاودي اللي على شمالنا دي ديزل برضه؟ بجد والله مش غريب قوي الحوار ده. كبير. ها طب يعني وانتوا الديزل ده بتستخرجوه من المغرب؟ عندكم انتوا ديزل في المغرب يعني؟ المغرب؟ ولا بتستوردوه؟ شنو اللي بتستورد؟ الديزل. الديزل برضو؟ منين؟ روسيا. غريب قوي حوار الديزل ده. اما اسال حد وانا مش في دماغي اصلا يا عم شغالين ديزل ولا بنزين. هم شغالين وخلاص، هيوجع دماغه ليه؟ مشغل نار اف ام بفرنساوي. ولا نجوم اف ام بفرنساوي دي يا سيمو. والله جامد الياماها التنريه ده برضو، تجربه جديده من نوعها. حبيبي يا باشا حبيبي. قال لك بقى الاشباح، عارف الاشباح اللي عندنا اسمه هنا شرمول. شرمول مارشميلو اللي هو بيرفع وبيشد كلها. قال لي علينا العيال دي بتشد كلها. لا الاشباح دي اسمه الشرمول، والمره اللي زيه اسمها شرموله. شرموله باللام، مش التانيه يا سفل يا قلة الادب. شرموله يقولوا عليها شرموله. المره اللي بتشرشح دي مسميات موجوده عندهم يعني. ما شرمول. انت بوهيمي؟ رايق برضو. بوهيمي. تخش بقى جوه كده تحس ان انت ماشي فين؟ في اسكندريه. نفس اسكندريه من جوه، نفس اسكندريه من جوه. ايوه ما هو كان نابليون بونابرت هنا فرنسا برضو. ما هو نابليون بونابرت مش كان في اسكندريه؟ الحمله الفرنسيه كانت على اسكندريه. عشان كده شبه بعضيهم. حصل. بقول له طب انتوا ما تاثرتوش بالاحتلال البرتغالي ليه؟ ما قعدش فتره طويله زي الفرنسيين. وبما انا اعتقد برضو ان الفرنسيين خدوا مسلك ان هم عايزين يطوروا من البلد ويظبطوا البلد فعشان كده الثقافه بتاعتهم في اللغه حتى هي مش الثقافه بس هي اللغه. بيتكلموا فرنساوي يعني. انت في مصر انت بنتكلم انجليزي
اللي هو قشطه كده بنمشي الحال. لا اعتقد ان هو بيتكلموا فرنساوي بيتكلموها. متشكرين يا باشا، الله يبارك لك. ما تقولش شكاصة. تسلم يا حاج. ودي كانت لفه في كازابلانكا بالموتوسيكل كده على السخان. مكملوا بقى الفيديوهات على الفيسبوك واليوتيوب.